مرحبا بكم أعزائي المستمعين، معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامجنا قراءة في كتاب. في حلقة هذا اليوم سنتناول كتاب بعنوان جدلية الديني والكوني. هو بحث في الخلفيات المرجعية والمنهجية الكامنة وراء القيم الكونية ومدى اتصالها بالديني. هذا الكتاب مؤلف من قبل الكاتب حسين أخدوش، والصادر عن دار النشر مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عدد صفحات هذا البحث 47 صفحة. في قراءتنا لهذا الكتاب سنتناول عددا من التساؤلات والمحاور المهمة، ومنها: ما الفرق بين مفهوم الديني ومفهوم الكوني؟ ما طبيعة العلاقة بين المفهومين الديني والكوني؟ وهل كل واحد منهما يشترط الآخر؟ وعلى أي أسس ومبادئ يقوم هذا الاشتراط؟ أليس ما يحكم علاقة الديني بالكوني هو التبادل القيمي الإيجابي المشترك عوض الصراع والانغلاق الهويات السلبي؟ كيف يمكن أن نجعل هذه الجدلية القائمة بين القيم الدينية والقيم الكونية وسيلة فعالة لترسيخ الحوار بين الشعوب والثقافات؟ أعزائي المستمعين، كل هذه التساؤلات والمحاور سنجيب عنها، ولكن بعد هذا الفاصل. إن ارتباط الدين بالقيم الإنسانية الكونية ليس أمرا جديدا أو عرضا حادثا على مستوى النظر العقلي كما يمكن أن يستشف للوهلة الأولى، بل أن تعالقهما وتداخلهما يضربان بجذورهما العميقة في تاريخ الفكر النظري، حيث يحتم علينا مثل هذا الارتباط متى ما أردنا الكشف عن طبيعته أو شكله أن نحيط الفهم بتلك التساؤلات والإشكالات التي يطرحها حوار الديني والكوني. فكلا الجانبين قيم متداخلة ومتشابكة تتصارع تارة وتتحاور تارة أخرى، لكن طبيعة فهم تشابكهما هذا وكذلك المسارات التي يؤدي إلى حوارهما المفترض ذاك هو ما سيحدد أمر تعارضهما وتنافيهما أو تعانقهما وتلاقيهما، حيث أن التعارض بين الديني والعقلي أدى إلى خلق المفارقة الشهيرة بين الخصوصية والكونية، والتي طالما غذتها التصورات المتنطعة والمتطرفة لهذا المنظور أو ذاك، ونجم عن كل ذلك قيام ما نسميه جدلية الديني والكوني، التي طالما شكلت تاريخ الصراع بين الخصوصيات الثقافية والنزوع الكوني للقيم المشتركة للتجارب البشرية على اختلاف هوياتهم الدينية. وقد أدى هذا الصراع إلى البحث عن طبيعة هذه الجدلية قصد تجلية غموضها ولبسها، وذلك لإزالة سوء الفهم عنها ثم وضعها في سياق التحاور والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب عوض النزاع والصدام المدمرين. بداية يوضح الكاتب الفرق بين المفهومين الديني والكوني، حيث يقول أن الديني معطى بشري عام مشترك بحيث لا ينفك منه أحد من الناس سواء أدرك ذلك أو لم يدركه، إذ نحن البشر على الحقيقة كائنات متدنية بالطبيعة والفطرة القائمة فينا
مصدقا لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكدح الإنسان هذا هو دينه تجاه القوى الخارقة التي أوجدته، والتي تسمى تلميحا أو تصريحا في الدين العقلي بالطبيعة كما في الفلسفات اللادينية، بينما يكون بالنسبة إلى المؤمن بالوحي السماوي هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي خلق كل شيء من لا شيء بإرادته وحكمته، بما في ذلك هذا الإنسان. لذلك يدين له المؤمن به بالفضل والطاعة والعبادة والعمل الحسن الخير. أما بخصوص الموقف الدهراني اللاديني، فإنه وإن كان يستبعد الدين بمعناه السماوي القدسي المتعالي، إلا أنه لا يخفي تعلقه بمثالات أخرى معنوية واعتبارية دنيوية ودهرية يؤهله من خلالها إما هذه القيمة المعنوية أو تلك المادية. لذا فالظاهرة الدينية في معناها الشامل ليست مقتصرة فقط على تلك الأشكال الطقوسية الرمزية والشعائر المالية التي غالبا ما نصادفها في المجتمعات الدينية التقليدية، إنما تمتد أيضا حتى إلى أكثر التصورات العقلانية معاداة للدين بمعناه الكلاسيكي، مثل تلك النزاعات الإلحادية الجاحدة للوحي، وكذلك الناسوتية الحديثة والمعاصرة التي لا يكون تدينها طقوسيا شرعانيا في الغالب، بل اعتباريا فقط وميتافيزيقيا يجوز نعته بالدين الطبيعي الجاحد. ولما كان الأمر كذلك، فإنه يجوز لنا عد المعطى الديني عموما كمثل جلدة الإنسان التي لا انفكاك له منها. بذلك يصح القول أنه لا يوجد في الوجود إنسان واحد غير متدين. بهذا المعنى نعد المعطى الديني في طبيعته العامة ظاهرة كونية مثله مثل باقي القيم الإنسانية الكونية الكبرى كالحرية والعدالة والمساواة والحق، لكن ها هنا تكمن المفارقة الدينية في عمقها وحقيقتها. فبالقدر الذي يحضر المعطى الديني عند جميع الناس، فإنه كذلك وبالقدر نفسه أيضا يمثل العنصر الأكثر خصوصية في حياتهم الاجتماعية والشخصية، إذ بموجبه يصبح لكل إنسان معتقداته الخاصة التي باسمها يعنف الآخر أو ينفيه فيصادر حقوقه باسم الدفاع عن ذلك المعتقد. فهل يعني ذلك أن الديني الذي قلنا عنه أنه كوني إنما يشذ عن القاعدة التي تقول أن كل ما هو كوني هو مشترك، ومن ثم فهو معطى يجتمع الناس حوله ولا يفرق أبدا؟ للجواب عن هذا التساؤل نحتاج بداية إلى توضيح المقصود بالكوني، حيث أن الشائع بين الناس أن ما يتقاسمونه إنما يشملهم كلهم، لذلك فهو مشترك بينهم. أما في علم المنطق فغالبا ما يستخدم مفهوم الكوني للدلالة على أن القضية المنطقية التي تشير إلى جملة من العناصر أو الأفكار هي التي يشملها الحكم نفسه، مثل قولنا كل الناس فانون، بحيث يصير الحكم فيها شاملا كل إنسان من دون استثناء. بينما في الاستخدام الفلسفي العام فإن الكوني غالبا ما يدل على فكرة معينة أو قيمة ما عليا منظورا إليها بوصفها مثلا أعلى، مثل الخير والجمال والعدل. وقد يدل الكوني أيضا على منظورية قيمية أخرى قادرة على تأطير الإنسانية في كليتها وشموليتها، مثل السلام والعدالة والحرية.
في نقطة أخرى يوضح الكاتب بداية تكون جدلية الديني والكوني في العصر المسيحي الأول، حيث يقول: بدأ تأسيس تعارض الديني المسيحية مع العقلي الكوني الفلسفة اليونانية بما هي نسق ميتافيزيقي نظري وعلمي على تنافي منطقي تقييمهما الأمور الإنسانية نظرا وعملا، بحيث قام النظر الفلسفي العقلي على مبدأ البرهان المنطقي والإقناع الفكري، بينما تأسس التفكير الديني الجديد على مبدأ التسليم القلبي الوجداني الذي لا دور فيه للعقل، كما في الرسالة السماوية التي جاء بها الرسول المبعوث عيسى عليه السلام. وقد كان منطق المعجزات التي جاء بها الدين الجديد متنافيا كلية مع منطق التفكر الفلسفي اليوناني الذي يعتمد السببية العقلية، فكان خروج تلك المعجزات عن نطاق مبادئ العقل وخرقها قوانين الطبيعة وقواعد السببية التي يؤمن بها البحث الفلسفي سببا منطقيا لتعزيز تعارضهما وتنافيهما، حيث كان هذا اللقاء الأولي بين الديني والكوني الفلسفي بداية تأسيس جدليتهما التي لم تصل في وقت هذاك بعد حد التوتر الشديد بينهما. لقد كانت فكرتا التوحيد وكذلك الخلاص كما جاءتا في الدين التوحيدي المسيحي من أبرز المعتقدات تناقضا مع إلهيات الفلاسفة السابقين أفلاطون وأرسطو، وهكذا كانتا كافيتين لنقض أي إمكانية للتلاقي بين اللاهوتين الطبيعي الفلسفي والديني المسيحي. لكن حصل وعي كاف لدى هؤلاء المسيحيين الأوائل بخصوص هاتين المسألتين الخلافيتين، فرأوا أن فكرة الخلاص مثلا تتجاوز العقل والعلم البشريين اللذين لا يقدران على تخليص الإنسان. فبالنسبة إلى هؤلاء لو كانت الفلسفة كافية وحدها لخلاص الإنسان لكان الله قد أرسل الفلاسفة الحكماء بدل الرسل والأنبياء. لذلك فطريق النجاة لا يكمن في اتباع العقل بل في الإيمان برسالة المسيح وليس في اتباع منهج العقل والمنطق. أما بخصوص وحدانية الإله فقد شنت المسيحية في بداياتها حربا شرسة ضد النزعة التشبيهية التي كانت تخلع الصفات البشرية على الإله كما في الأساطير اليونانية، وكانت الفلسفة بوصفها دينا عقليا قبل ذلك قد حاولت تعقيل القول بالمسألة الإلهية والذهاب بها إلى حد افتراض الإله الصانع أو المبدأ الأول الذي لا يتحرك، إلا أن ذلك وكما أكد إيتان جيلسون لم يكن يعني في حقيقته سوى القول بوجود إله أسمى من الآلهة والبشر على حد سواء، إذ نحن نعلم أن مسألة تعدد الآلهة كانت من المعتقدات التي يؤمن بها بلوتارك، إذ لم يرتفع الفكر اليوناني فيما بعد عن ذلك على الإطلاق، فقد فشل في التخلص من تعدد الآلهة حتى اللاهوت الطبيعي عند أفلاطون وأرسطو. فالأكيد أن الفلسفة اليونانية حتى وهي في شكلها الطبيعي العقلاني مع أرسطو لم تتخلص كلية من النظرية التعددية للآلهة. إذن فالفكر المسيحي الأول استطاع أن يؤثر في الفكر الفلسفي اليوناني بالطريقة التي جعلته يدمج في بنيته بعض المسائل التي لم يكن يعرفها مثل وحدانية الله ومسألة الخلق وفكرة الخلاص، لكن ذلك لا يعني تحول الفكر العقلاني اليوناني القديم كلية إلى فكر مسيحي مطلق، بل ظهور بعض المفكرين الذين سيحاولون تكييف النظريات القديمة مع بعض المبادئ الأساسية للديني المسيحي الجديد. نذكر من هؤلاء على سبيل المثال أفلاطين الذي وإن لم يكن مسيحيا فإنه سيقول
بوجود الله الواحد. أيضا أن الفكر المسيحي قد تجاوز الفكر العقلاني اليوناني. إن هذا لا يعني أن الفكر المسيحي قد تجاوز الفكر العقلاني اليوناني، بل كل ما هنالك أن المبادئ التي أرسى قواعدها الفلاسفة اليونان في القديم قد استخرج منها المفكرون المسيحيون فيما بعد نتائج أخرى مخالفة لتلك التي أدت إليها لدى هؤلاء الفلاسفة. بهذه الطريقة مهد الفكر الفلسفي المسيحي الطريق للفكر الكلامي الفلسفي الإسلامي، الذي واصل بدوره الخوض في المشكلة نفسها التي أسست لها جدلية الديني والكوني، والمتمثلة في البحث عما في شأنه أن يوفق بينهما ويجمع بين منطقهما المتباعدين. في محور آخر من هذا البحث يطرح الكاتب تساؤلا، وهو كيف تلقى الفكر الديني الفلسفي الإسلامي هذه المعضلة النظرية في البداية، وما الرد الذي تقدم به الفلاسفة المسلمون عليها. يقول الكاتب: نود في البداية أن نصرح بالملاحظة التالية، أن الإسهام النظري للفكر الإسلامي في تقديم الجواب الملائم عن إشكالية جدلية الديني والكوني ليس فيه اجتهاد أو تقليد أعمى للفكر اليوناني القديم، ولا تبعية غير نقدية للفكرين الدينيين اليهودي والمسيحي القديمين، بل على خلاف ذلك اتسمت محاولات النظار المسلمين بإبداعية وحس نقدي ساهم في تقديم أجوبة نظرية وعملية للمعضلات الفكرية المترتبة على التعارض القيمي بين الديني والكوني، على اعتبار أن الفكر الإسلامي كان استئنافا للنظر في المشكلات نفسها التي واجهت الفكرين الدينيين اليهودي والمسيحي، ولكن على أرضية ثقافية جديدة، حيث أصبح الرد الإسلامي على هذه الجدلية ذا بعدين متناقضين، بعض كلامي فقهي رافض لها بعنف، وآخر كلامي فلسفي معدل في حدتها وموفق بين حديها المتخاصمين العقل والإيمان. ونتيجة لهذا الرد الإسلامي الأشعري السني العنيف، هاجرت مرة أخرى جدلية الديني والكوني أرض الإسلام من دون حل نظري لها، لتعود مرة ثانية إلى ثقافة نشأتها الأولى في المسيحية اللاتينية، حيث وجدت نوعا من الصلح والاستقرار مع توماس الأكويني بعد أن مهدت له كل المحاولات السابقة للفلاسفة المسلمين الطريق نحو إنجاز توليفة تركيبية بين العقل والإيمان من جديد. فما هو الشكل الجديد الذي ستؤول إليه جدلية الديني والعقلي الفلسفي في اللحظة الأكوينية؟ تعد لحظة القديس توماس الأكويني مرحلة استقرار جدلية الديني والكوني وهدوئها بالمقارنة مع سابقاتها ولاحقاتها فيما بعد. فبعد أن تواجه الفكر الديني الإسلامي مع عقلانية أرسطو التي اكتشفت من خلال ترجمة ابن رشد لها إلى العربية وشرحه والتعليق عليه، انتقل هذا الفكر الجديد إلى اللاتينيين عبر ما سيسمى فيما بعد بالرشدية اللاتينية، حيث بدأت المواجهة مرة أخرى بين الكنيسة وأرسطو تطفو على مسرح النظر العقلي، إلا أنه سرعان ما استقر النقاش هذه المرة حول ضرورة تبني الأرسطية بما يخدم اللاهوت الديني الكنيسي من جديد، حيث انبثق من هذا الفهم الكوني الجديد للإنساني تأسيس ما نطلق عليه اليوم تسمية القيم الإنسانية الكونية، بما هي مجموعة من المعايير الإنسانية المشتركة صيغت في سياق الثورة الفرنسية، ثم تعززت بعد ذلك من خلال الفكر الأنواري الأوروبي، متخذة بعدا حقوقيا كما أعلن عن ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما بعد، وذلك نتيجة تقويم نهائي للمسار النضالي التقدمي الذي مر منه فهم الإنساني على أسس علمية كونية حديثة.
فإلى أي حد استطاع هذا التأسيس الحديث للقيم الإنسانية الكونية أن يتجاوز الفهم الديني المنغلق بطبيعته الإيديولوجية، بما يسمح له بتخطي منطق التعصب والتمركز حول الفهم الذاتي للإنساني، وما هو دور القيم الكونية كما تأسست مع الحداثة الغربية في تعارف الناس وتأسيس معنى وجودهم، من ثم تجاوز المركزيات الدينية والعرقية والثقافية لمصلحة التعددية القيمية. وهل ما يحكم تنوع القيم الإنسانية وتعدديتها هو منطق التصادم أو سنة التصادف؟ يجيب الكاتب عن هذه التساؤلات في محور آخر بما يلي، حيث يقول: ظهر مفهوم جديد للإنسان أدى إلى استبدال المنظور الفلسفي القديم للكائن البشري برمته لمصلحة منظور عالمي جديد دشنه الفيلسوف الألماني كانت بسؤاله الشهير: ما الإنسان؟ رأى هذا الفيلسوف الجواب عن السؤال ما الإنسان إنما يحده مفهومنا عن الإنساني لا على أنه كائن عاقل وكفى، كما كان يقال على ضوء البراديغم الأرسطي القديم، بل أساساً على أنه ذات أخلاقية حرة مطلقة غير مشروطة، إذ لما كان الإنسان كائناً حراً يكفي ذاته بمجرد ما يلزم نفسه احترام قانون الواجب ويساطة عقله الخاص، فإن ذلك هو ما يملي عليه أن يتصرف في أفعاله وفقا لحريته المطلقة التي تستمد أساسها من مبدأ الواجب الأخلاقي. وهكذا فقد سرع ظهور مفهوم الإنسان على مسرح الفكر النظري في القرن التاسع عشر بانبثاق مشكلات نظرية ميتافيزيقية جديدة نجمت كلها عن هذا التأسيس المنهجي للإنسان، مثل ظهور مشكلة القيم المشتركة بين أفراد النوع البشري كافة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والثقافية والعرقية. ثم برزت مشكلة نظرية تخص كيفية البحث عن الفهم التأويلي والمنهجي للروح الإنسانية وبعالمها الداخلي والتاريخي. في نقطة أخرى يتساءل الكاتب عن جدلية القيم الإنسانية الكونية أو النزاع بين الخصوصي والمشترك، حيث يوضح أنه يعد النزاع بين الخصوصية والكونية في ظل الحديث عن القيم الإنسانية مستجدا فكريا وسياسيا يكاد يهيمن على الكثير من النقاشات النظرية التي تؤثر المشهد الثقافي لعالمنا المعاصر، بخاصة في ثقافاتنا العربية الإسلامية، حيث درج نظار الحداثة السياسية على أن يعدوا قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنزلة معايير شاملة وكونية يمكن أن تسود ثقافات كثيرة على اختلافها وتباينها، على الرغم مما قد يبدو من خصوصيات تفرض على هذه الثقافة أو تلك عدم الأخذ بكونية هذه القيم كما هي. وينبع أصل هذه القناعة من الأطروحة التي تقول بأن كل من الخصوصية والكونية ليستا على طرفي نقيض، لأن الأصل فيهما هو التداخل والتكامل بينهما. وفقا لهذا المنظور يتضمن كل ما هو خاص شيء من المشترك، ويحتوي كل ما هو عام شيئا من الخاص، حيث أن النقاش حول مسألة القيم الكونية هو في عمقه حديث عن الدين والعلمانية ومدى قدرة الأديان التوحيدية بخاصة
على أن تستجيب للتقدم النظري للإنسان من دون أن تفقد جدواها القيمية والمعنوية في غمرة التطور الهائل الذي تحققه البشرية في مسيرتها نحو اكتمال منزعها الكوني. يؤدي بنا هذا الحديث عن النزوع الكوني للإنسان إلى الاستفهام حول ما إذا كان سينفي هذا المنزع الكوني ذلك التعدد الخلاق والاختلاف المبدع الموجود بين الثقافات البشرية على مر تاريخها. أما بالنسبة لمفهوم القيم الكونية أو الإنساني بين آفة الفهم الذاتي والتحيز الإيديولوجي، فيقول الكاتب: لقد غدت الإيديولوجيا في القرن الماضي شبحا حقيقيا حل محل الديني، يتهدد الكون الإنساني المشترك في كل وقت وحين، خصوصا بعد نزاع المعسكرين الإيديولوجيين المتخاصمين، الرأسمالي الغربي والاشتراك الشيوعي الشرقي، إلى أن انهار المعسكر الثاني أمام الأول، وتنفس العالم الصعداء بعد تهديد مستمر بينهما بحرب كونية دامت لنصف قرن من الزمن. في ظل هذا الشعار الإيديولوجي المشتعل في هذه الفترة التاريخية، لم تكن للقيم الإنسانية الكونية أي قيمة اعتبارية تذكر، غير أن بروزها للعلن بدأ لتوه مباشرة بعد تحكم الهيمنة الأمريكية على المقدرة الاقتصادية والسياسية للعالم، بعد أن انفردت بزعامة النظام العالمي بكثير من الفهم والتحيز الذاتي لقيمها الليبرالية، حيث أصبحت مقولة حقوق الإنسان في ظل هذا العالم الجيوستراتيجي الجديد من الذرائع والحجج التي غالبا ما تستخدمها الهيمنة الأمريكية للتدخل في شؤون الدول والشعوب الأخرى. أما في سياقنا الثقافي العربي الإسلامي، فقد ظلت هذه المسألة الفهم الذاتي والإيديولوجي من الأمور التي سكت الناس عليها لأسباب دينية محضة، حتى أصبح التطرف الديني السلفي والاستغلال السياسي للدين أمرا مقلقا للجميع. في الأخير وختما لما سبق ذكره، نود القول أن علاقة الديني بالكوني ظلت على مر تاريخ الفكر النظري متوترة، وذلك لسببين على الأقل. السبب الأول لأن منطق النظر العقلي المجرد كان دوما مستقلا عن منطق الإيمان الديني الوجداني، على الرغم من محاولات الجمع بينهما في العصور الوسطى، وهذا ما أدى إلى فصل الدين عن معقولية الفكر النظري في العصر الحديث. أما السبب الثاني لأن الاشتغال بالإيمان ليس واحدا على مستوى المعتقد والممارسة معا، ظل منطق التعاطي السيكولوجي والاجتماعي والتاريخي مع الدين يحكمه النسبي الثقافي والتحول التاريخي والتحكم السياسي، بينما استطاع الانشغال بالنظر العقلي المحض أن يستنبط قوانين كونية للفهم والمعرفة في شكل براديغمات قابلة للتعديل والتصحيح وحتى للإلغاء والشطب إذا ما ظهر خطأها المطلق. بموجب هذين السببين ظلت العلاقة بين الديني والكوني جدالية إلى أن طرد الدين من نطاق الفكر العلمي الفلسفي في العصر الحديث. ولكن مع تقدمنا نحو اللحظة الراهنة، مع انحصار الكثير من مقولات الحداثة الكلاسيكية، عاد المعطى الديني ليطفو من جديد على ساحة النظر العقلي
خصوصا مع تشكل البراديغم التاريخي اللغوي في فهم الإنساني، وهكذا أصبح الديني يفرض نفسه من جديد في ظل انحصار المد الإيديولوجي وسيادة مقولة القيم الكونية وحقوق الإنسان، ونوعا من ردة فعل الثقافات التقليدية أيضا على صدمة العولمة وغزو القيم الاستهلاكية النمط الغربي الأمريكي في الثقافة. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا قراءة في كتاب، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.